أنا عمري ما هنسى الألم اللي خدته على وشي يوم نتيجة الإعدادية. كنت بخاف أغلط، مش عشان أنا مقتنعة أنه غلط، لكن عشان الضرب كان بيوجع. بس أوقات تانية كنت بعمل مصايب ولا من شاف ولا من دري. يلا نبدأ تاني حلقة من بودكاست ولاد امبارح، واللي هنتكلم فيها عن الضرب والعنف والإهانة وأثرها على الطفل طول حياته. تيجي نسمع حكايات ضيوفنا؟ يلا بينا. اللي وجعني وقتها مش بس وجع الضرب والكسر، لكن انه ما سمعنيش وما فهمنيش انا ليه ما كنتش بروح الدرس. ماما دايما كانت بتقولي ان انا اكتر واحدة تعبتها وانا صغيرة، يعني مفيش ولا مرة خرجت كده عن شعورها وضربتك؟ ودايما بقول ان اي حاجة وصلت لها ده كان بفضل امي اللي امنت بيا ودعمتني. أمي بتحكي لي إن ابنها وهو صغير كان شقي جدا وحركي، وكان باباه بيضربه ضرب عنيف جدا وعلى أتفه الأسباب. وبعد ما سمعنا القصص دي عن الضرب، تعالوا نربي ولادنا يخافوا على زعلنا بدل ما يخافوا مننا. وخلينا فاكرين إحنا أيوة ولاد امبارح، بس الوجع اللي حسناه عايش جوانا لحد النهاردة.